بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون اليوم الشعب المغربي يخرج قاطبة إلى الشارع تعبيرا عن الفرح بالقرار الأممي، وذلك بتأكيد مغربية الصحراء. هذا يوم تاريخي للمملكة المغربية. حنا فرحانين بهذا قرار أممي اللي هو مازال غير دعم المغربية. الصحراء كانت مغربية ولا زالت وستبقى مغربية. هذا قرار فقط أكد هذا القرار، والحمد لله ازدادنا على الصحراء وحنا مازال نزيدو من القدام إن شاء الله. تحية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك نصره الله. اليوم بالقرار الجديد ديال الامم المتحده اللي تكرس مغربيه الصحراء، وعاش المغرب وعاش الملك، وتنموت على الصحراء ديالنا وما غادي نصلحوا حتى شبر من صحراءنا الغاليه. هذه فرحة كنتسناوها 50 سنة، وحنا من الجيل ديال اللي حضرنا المسيرة واللي رفعنا العالم ديالنا وجرينا على الصبليون، ودابا تنشكروا الدول اللي ساندونا، وكنبارك لسيدنا نصره الله والمغاربة قاطبة من طنجة للقويرة والصحراء المغربية، وكنشكروا الناس اللي ساندونا. وهذا راه حق وطني، هذا حق وطني ما كنطلبوهمش، هذا حقنا. الصحراء صحراؤنا والمغرب مغربنا والملك ملكنا، وكنشكرك يا اخي. اليوم تاريخي يؤكد تاريخ
طريق تقييد حكم ديال المحكمة الدولية لاهاي منذ 1974. نعم، مع جميع الملوك المغاربة نؤيد ونؤطر هذا التضامن وهذا التوحيد للصحراء المغربية منذ التاريخ زمان طويل، من طنجة إلى القويرة، من القويرة شرقا وغربا وجنوبا. هنيئا لنا جميعا وشكرا للجميع. يوم مشهود، الكل سعيد، الأطفال والكبار، النساء والرجال. قرار تاريخي نحن سعداء به، وإذا ما تأملنا هذا الشارع نجد أن الكل فرح، وإن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على الوطنية، على احتفاء الشعب إلى جانب ملكه محمد السادس الذي نهديه هذا القرار، ونحن وراءه جنود مجندة وسعداء كثيرا، وفرحتنا عارمة. نحب وطنا، الله الوطن الملك. أسعد يوم في حياتنا، الحمد لله. الصحراء مغربية وغتبقى مغربية. عاش الملك. تعيش المملكة المغربية اليوم حدثا تاريخيا بتحقيق انتصارا كبيرا للدبلوماسية المغربية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. دبلوماسية حكيمة حققت للمغرب انتصارات تلو الانتصارات عن طريق المصالح المشتركة. جسد ذلك في الانتصار على مستوى العمق الإفريقي بالدفع بدبلوماسية التنمية، بدبلوماسية التضامن. اليوم المغرب يجني فلسفة حكيمة رشيدة لجلالة الملك حقق بها التعاون الإقليمي والدولي الذي جعل من القضية الوطنية ملفا ذا قدسية تعاطف معه جميع القوى الحية في العالم، واعترفت بسيادة المغرب على أراضيه. المغرب اليوم يدخل مرحلة تاريخية في تاريخ وحدته الترابية، يستكمل مشاريعه التنموية، مشاريع المونديال، مشاريع التظاهرات الكبرى، مشاريع المغرب العربي الكبير الذي ينطلق من المملكة المغربية مع التصالح الشامل مع كل القوى في المغرب العربي لتحقيق تنمية والرخاء لشعوب المنطقة. هنيئا لجلالة الملك وهنيئا للشعب المغربي قاطبة من البوغاز إلى الصحراء، وفاء لقصم المسيرة الخضراء. اليوم نحيي ذكرى تحرير كل شبر من أراضينا الوطنية وانطلاق عهد جديد يجمع المغاربة على سيادة واحدة وعلم واحد وقائد حكيم واحد. رحمة الله. معك شريف منصور من الصحراء المغربية من شبكة المجتمع المدني. اليوم المغاربة قاموا كرجل واحد من طنجة العالية إلى القويرة الغالية فرحا بهذا القرار التاريخي الصادر عن الأمم المتحدة بالانحياز إلى الشرعية التاريخية والقانونية والدستورية لمغربية الصحراء. فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. فالحكم الذاتي باعتراف جميع دول العالم هو الخيار الواقعي والجاد
لطي هذا النزاع المفتعل الذي عمر 5 عقود من عدم الاستقرار واللا تنمية. نشكر صاحب الجلالة رئيس الدبلوماسية الملكية المتبصرة المستنيرة، كما نشكر كل أصدقاء المغرب داخل المغرب وخارجه، كما نشكر الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت إلى جانبنا، كما نشكر الدول التي قامت بفتح قنصليات في إقليمي الداخلة والعيون. جمعة مباركة طيبة سعيدة على بلدنا الأمين من البوغاز إلى الصحراء المغربية. دمتم أوفياء لثوابت ومقدسات الأمة المغربية من طنجة إلى القويرة، وأشكركم. كذلك الصحراء ديما كانت الصحراء ديالنا، واليوم تأكدنا بأن الصحراء ديال جميع المغاربة، وعاش الملك وعاش الملك الله ينصره.